وبإسنادكم إلى الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي الإلبيري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تفت فؤادك الأيام فاتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات غدر، أبت طلاق هل لك يا سبتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها، حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى لا ترعوي عنها وحتى. أبا بكر دعوتك لو وجبت إلى ما فيه حظك إن عقلت، إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من غشاها، ويهديك السبيل إذا ضللت، وتحمل منه في ناديك تاجا، ويكسوك الجمال إذا اغتربت، ينالك نفعه ما دمت حيا، ويبقى ذخره لك إن ذهبت، هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من ضربت، وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت، ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بربربه كلفت، فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أوتيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه، بتوبيخ علمت فهل عملت، فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست، إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمت، ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون وإن كبرت، وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت، وتذكر قولتي لك بعد حين، وتغبطها إذا عنها شغلت، لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت، إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت، ولا تحفل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ندين، ويكتب عنك يوما إن كتبت، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت، لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما اقتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم اقتضبت، وليس يضرك الاقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل، إذا بفناء طاعته أنخت، فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا، وتاجرت الإله به ربحت، فليست هذه الدنيا بشيء، تسوك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت، سجنت بها وأنت
وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت، وتعرى إن لبست لها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت، وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غلقت، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنت، وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست، وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت، وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه ونهنهك المشيب فما انتبهت، لا يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى، فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقت، ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت، فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، رجعت القهقر وخبت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعت، ولو وافيت ربك دون ذنب وناقشك الحساب إذا هلكت، ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملت، ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعت، تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فررت، ولست تضيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت، فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت، أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنتي كأنك قد مدحت، فلا ترضى المعائب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحت، كما الطاعات تنعلك الدراري كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت
عدت وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتلقى البر فيها حيث كنت وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرست وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذ نشأت ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببت فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبت ودنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنت وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمست وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصم إلا إن عصمت ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلت وغرب فالغريب له نفاق وشرق إن بريقك قد شرقت فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وافتخارا كنت أنت وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلت فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 106 تم بحمد الله.